السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الاحوال ديالكم تكون طيبه. كما كتشوفوا معايا اليوم غادي نحضروا هاد بحال بغيوش معمر مالح، كيجيو لذاذين واقتصاديين وكيوجدوا بسرعه. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، وندوزو مباشره للطريقه ديال التحضير. هنايا عندي واحد الاناء، غادي ندير فيه 2 ديال الكؤوس ديال الماء يكون دافي. غادي نضيف عليهم ملعقه ديال سكر حبيبات او سنيده. غادي نضيف عليهم ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتها ونغطي عليها ونخليها تقريبا 10 ديال الدقائق. من بعد ما كدوز 10 ديال الدقائق وكتفاعل لينا الخميره، غادي ندوزو باش نكملوا العجين. هنا كنخلط المكونات مزيان، كنضيف نصف كاس ديال زيت نباتي، وغادي نضيف ملعقه صغيره ديال الملح، وغادي نخلط. دابا غادي ندوز باش نضيف الدقيق. غادي نضيف الكاس الاول وغادي نخلط مزيان مزيان. من بعد غادي نضيف الكاس الثاني، ونفس الطريقه غادي نعاود نخلط مزيان. الكاس الثالث، هنايا غادي نستغنى على الفوي وغادي نستعمل يدي. غادي نضيف الكاس الرابع وغادي نحاول نجمع العجين، وانا كنضيف الدقيق. هنايا الكاس الخامس غادي نبقى نضيف شويه بشويه. الكاس الخامس يعني ما نضيفوش كله في خطره، غنضيفوه على دفعات. يعني غادي نبدا نضيف شويه بشويه وانا كنجمع العجينه حتى غادي نشوف واش تماسكات ليا ولا لا. من بعد غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الزبده، من الاحسن تكون نباتيه، عفوا حيوانيه. وغادي نحاول ندخل هذيك الزبده مزيان في ديك العجينه، منها كندلك العجينه ومنها تندخل فيها الزبده، تنحس بان هذيك الزبده تجانست مزيان مع هذيك العجين وتجمعات ليا. صافي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا العجين كتجي شويه كتلتصق في اليدين. غادي نخليها تختمر كما شفتوا معايا، دات 4 ديال الكيسان ونصف. غادي نخليوها تختمر جانبا. كما قلت لكم العجين تكون شويه كتلتصق في اليدين، ما تكونش قاصحه. هنايا عندي تقريبا نصف كيلو ديال الجزر اللي غادي نحكو في هذيك الحكاكه بهذا الشكل هذا. هذه بالنسبه للحشوه. صافي غادي نستمر تنحك الجزر اللي عندي كله، ومن بعد ندوزو باش نحضروا الحشوه. هنا وضعت الجزر في المقلاة، ضفت عليه زيت الزيتون، غادي نضيف الملح، ابزار، سكنجبير، كمون وخرقوم. كل شيء تقريبا معلقه ما عامراش، معلقه صغيره ما عامراش. هنا غادي نضيف الكفته، ممكن تضيفوا اي نوع كتفضلوا، ولكن من الاحسن لو بغيتوا مذاق مزيان ممكن تديروا كفته ديال البقري، ولكن لما كانت متوفره صافي ممكن انكم تعملوا ديال الدجاج اولا ديال الدند، ماشي مشكل. غير هي الاخرى كتعطيها واحد البنه كتجي زوينه. من بعد ما تحرات ليا هذيك الكفته مع الجزر مزيان مزيان وتفرتات هذيك الكفته مزيان، غادي نضيف 4 القطع ديال
فرماج الساندويتش المربع، وغادي نحاول نمزجو مزيان مع دوك المكونات. هاد الفرماج فقط كاضافه، غير باش يعطيكم واحد البنه الحشوه ديالكم، ويعطيها واحد التعليكه تبقى معلكه كتجي لذيذه بزاف. يعني الا بغيتو تستغناو على هاد المرحله ماشي مشكل، غير هو كما قلت لكم كيضيفوا واحد التعليكه وواحد المذاق زوين. صافي من بعد ما تجانسوا المكونات غادي نطفي عليها ونخليها تبرد. هنايا غادي ندوز العجين من بعد ما اختمر. غادي نرش سطح العمل بالدقيق، وغادي ناخذ العجينه ديالي. كما شفتوا العجينه عرفتي كتجي مرخوفه وكتجي رطبه، هانتوما كما كتشوفوا معايا كتجي رطبه مرخوفه، واحد العجينه اللي زوينه بزاف بزاف. هنا غادي ندوز باش نقسمها لقطع، هانتوما كما كتشوفوا معايا. انا هاد الكميه اللي درت ليا 15 قطعه. يعني نتوما الا بغيتو تضاعفوا المقادير، الا بغيتو زعما كميه اكثر ضاعفوا المقادير. يعني المقادير اللي عطيتكم كلشي غادي يكون مضاعف باش تخرج لكم كميه اللي هي كثيره. المهم انا الكميه اللي عطيتكم ديال الدقيق والماء وكلشي خرجت ليا 15 عفوا 15 قطعه. وبالنسبه للحشوه جاتني نيشان مع العجين. درت فيها نصف كيلو ديال الجزر مع تقريبا واحد 20 درهم ديال الكفته ديال البقري. يعني لا بغيتو ديروا لا داند ولا راه غير 10 دراهم كافياكم. صافي غادي نستمر هنايا باش غادي نشكل القطع ديالي الكريات كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. غادي نستمر حتى غادي نكمل العجينه اللي عندي كلها. غير غادي نكمل العجينه مباشره غادي ندوز باش نبدا نعمر. غير غنكملها نكورها كامله بحال هكا. غادي ندوز مباشره، ندوز الاول وحده شكلتها وغادي نبدا نعمر. كما كتشوفوا معايا ما كنسرحش الوسط نهائيا، ما كنقيسوش، كنسرح غير الجوانب فقط. الوسط كنخليه كما هو، كنسرح غير الجوانب فقط وكنبدا نجمع. هانتوما كنجمع على هذا الشكل هذا. دائما كما قلت لكم ما تسرحوهاش من الوسط نهائيا، ما تقيسوش، يعني غير الجوانب كتحاولوا تسرحوهم. صافي غادي نشكلها هكا وغادي نوضع في اللاطه اللي غادي تدخل الفران مباشره. الفران من طبيعه الحال يكون سخون. هانتوما كما كتشوفوا معايا كنسرح غير الجوانب فقط، الوسط ما كنوصلوش نهائيا. صافي كناخذ الحشوه كنوضعها الوسط وكنجمع. كما قلت لكم الفران يكون سخون من قبل، ومن بعد ما غادي ندخلوهم غادي نقصوا عليهم عافيه متوسطه، ماشي مهيله، عافيه متوسطه من الفوق ومن التحت. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى غادي نشكل جميع الكريات اللي عندي. على هذا الشكل هذا. صافي غادي ناخذ واحد اصفر بيضاء، غادي نخلط معاه شويه ديال الحليب. هانتوما غادي نضغط عليهم واحد شويه، ماشي بزاف، ما تضغطوش بزاف، يعني شويه. بغيتو تخليهم هكاك ماشي مشكل، انا نضغط عليهم غير واحد شويه هكا على هذا الشكل. وصافي غادي ندوز باش ندهنهم بداك اصفر البيض. اصفر البيض درت معاه شويه ديال الحليب، خففته بشويه ديال الحليب وشويه ديال الخل، شي شويه ماشي بزاف، غير باش ما تبقاش لينا ديك الصفوريه ديال البيض.
وهنايا رشيتهم بشويه ديال الزنجلان، ممكن ترشوهم باي حاجه بغيتو. غادي ندخلهم للفران كما قلت لكم يكون سخون، عافيه متوسطه من الفوق ومن التحت حتى كيتحمروا لينا. هانتوما كما كتشوفوا معايا كيجيو رطيبين، كيجيو رطبين وزوينين، كيجيو على هذا الشكل هذا هانتوما، وكيجيو رائعين وساهلين في التحضير. غادي نقسم معكم باش تشوفوها من الوسط. هانتوما كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوهم. ما بقى ليا الا نقول لكم تهلاو فراسكم الى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.